اللاعب محمد رضوان ان شاء الله يكون واثق من نفسه، ان شاء الله يكون واثق من نفسه. محمد رضوان يتلقى على الاشاره في يد الاثناء، رضوان يتقدم، رضوان يسجل بطريقه رائعه جدا، طريقه مميزه لا يفعلها الا اللاعبين الكبار. هذه تعطيك من السهل انك تلعب كره بهذا الشكل تقريبا في سقف المرمى، في سقف المرمى كانت مستحيله على حارس. إذا سيمبارا يأخذ وضعيته وللتسديد. سيمبارا وطه بن غوزيل، سيمبارا وطه، سيمبارا وطه، هذه لا تسجل يا طه، عندك يا طه، عندك يا طه، دخلت يا طه، معليش معدا. شوف طه شويه وكان ممكن يصدها، شويه وكان ممكن يصدها طه، معليش هنا حاول فيها طه بن غوزيل. عبد الحميد معلي هو الذي يتقدم، اللاعب اللي دخل احتياطي في شوط المباراة الثاني. عبد الحميد يتلقى الإشارة، عبد الحميد يضيع مجددا. هذه الإعادة مرة أخرى، هنا مشى الحارس المرمى، مرت بمحاذاة القائم الايسر، وبالتالي اول ركله ترجيحيه تضيع. عبد امام طه بن غوزيل، حكم يعطي اشاره التنفيذ. كوني يتقدم، يسجل. هذا مره اخرى كامل التركيز، كل دقيقه كوني يوضع في المرمى. إذا من سينفذ الركلة الترجيحية الثالثة للمنتخب المغربي؟ يتقدم الآن اللاعب بختي لتنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة. بختي يستعد لتنفيذ امام الحارس كوني. بختي يتقدم، يضيع. صعبة الامور الان على المنتخب المغربي يا سعيد، صعب من نفذ ركلة الترجيح. بختي والحارس يتصدى بهذه الكيفية. الركلة الترجيحية الرابعة الان للمنتخب المالي. إذا ستلعب الركلة الرابعة لمالي. حكم يعطي الإشارة الآن. إذا تجي الإشارة في يد الأثناء. الركلة الرابعة يصدها طه بن غوزيل، برافو، يصدها طه بن غوزيل ويخلي بصيص من الامل للمنتخب المغربي، للمنتخب المالي. هنا الاعاده، ممتاز طه بن غوزيل، ممتاز هنا القرار باتجاه الجهه اليسرى. بالتالي تبقى النتيجه 3-1. تلعب الركله الان لعناصر المنتخب المغربي. حموني يسعد لتنفيذ الركله في يد الاثناء. حموني يتقدم، حموني يسجل، نعم 3-2 في هذه اللحظات. الكرة الماضية، الركلة الخامسة في هذه الاثناء. إذا مالي تسجل أمور انتهت، إذا تضيع تتواصل. إذا الركلة الأخيرة للمنتخب المالي مشاهدينا الكرام. طه بن غوزيل، حكيم يعطي اشاره، تلعب هذه الركله. طه بن غوزيل برافو في هذه اللحظات، يتصدى للركله الثانيه امام ديارة، يتصدى امام ديارة المنتخب المغربي. هذه الاعاده مره اخرى، طه بن غوزيل يعيد المغرب للمباراة مرة أخرى. في هذا مشاهدينا الكرام يتقدم عبد الحميد أيت بودلال لتنفيذ هذه الركلة الخامسة لفائدة المنتخب المغربي. عبد الحميد أيت بودلال ياخذ الوضعية الآن لتسديد هذه الركلة.
عبد الحميد ايت بودلال يتلقى الاشاره. ايت بودلال يسجل. ايت بودلال يسجل وتتعادل الامور. نسار التعادل بين المنتخبين. شوف عوده قويه للمنتخب المغربي. عوده المسلسل المثير، مسلسل مثير جدا في ركلات الترجيح. عدنا من بعيد مشاهدينا الكرام، عدنا من بعيد بعد ما تم تضييع ركلتي الجزاء. من يتقدم لتنفيذ هو دومبيا. الركله السادسه لدومبيا في هذه اللحظات. اذا دومبيا يستعد للتنفيذ. طه بن غوزيل ياخذ وضعه. دومبيا يتلقى الاشاره. دومبيا يتقدم. دومبيا يسجل. دومبيا هذه الاعاده مره اخرى. الكره الماضيه والتسديده من دومبيا. تقدر تنفيذ متوكل على ما يبدو في تنفيذ الركله الترجيحيه، بل وكتيبه. محمد امين كتيبه يتقدم. كتيبه يسجل، يحافظ على حظوظه، لازال حي في هذه المباراه. هذه الاعاده مره اخرى. الركله الترجيحيه اللي نفذها بشكل ممتاز محمد امين كتيبه. قدم اللاعب سانوغو. يلا يا بن غوزيل، يلا يا بن غوزيل، هذه عندك بن غوزيل، هذه عندك. ويتقدم سانوغو الآن. جيبها يا طه. سانوغو، جيبها يا طه. سانوغو، جيبها يا طه. يتقدم سانوغو. طه سانوغو ويسجل سانوغو. هنا الحوار لازال متواصل. الركله الترجيحيه الآن. المنتخب المغربي متوكل يستعد لتنفيذ الركله الترجيحيه. هذه ليلتنا مع كوني. إذن المتوكل يتلقى الإشارة. يتقدم المتوكل يسجل. برافو المتوكل. وقف الحارس، ثبت الحارس في مكانه. شوف لقطة معبرة. الحموني يذرف الدموع في هذه اللحظات. أبي يتأثر كيف ما كان الحال، ولكن اليوم نعم انتم ابطال. يعني صورة معبرة عن لاعب طموح ولاعب يريد الانتصار. هذه الروح الانتصارية اللي الآن صارت عند اللاعبين الفتيان وتكبر معهم ان شاء الله. هذه اللحظات 5-5 بين الطرفين. 5-5 بين الطرفين. ستلعب الركلة الترجيحية في هذه اللحظات لفائدة المنتخب المالي. الإشارة تأتي بن غوزيل. برافو بن غوزيل. برافو بن غوزيل. يا سلام عليك، بطل يا ولدي، بطل. من عودة للمنتخب المغربي. يلا من عودة للمنتخب المغربي. بن غوزيل يتعملق في هذه الكرة. برافو يا ولد، برافو. ثقتي فيك كبيرة يا بن غوزيل. بن غوزيل على طريقة ياسين بونو يتألق في هذه المباراة. الركلة الترجيحية الآن لفائدة المنتخب المغربي. فؤاد الزهواني هو من يتقدم لتنفيذ هذه الركلة. إشارة تأتي. فؤاد. برافو للفتيان، برافو لأشبال الأطلس، برافو سعيد يا شيبة. منتخب يرفع الراس، منتخب أعادنا إلى ذكريات كأس العالم، منتخب أعادنا إلى ذكريات المغرب وإسبانيا. هذا المغرب، هؤلاء أشبال الأطلس على درب وخطى. أكيد السود الأطلس من قطر إلى قسنطينة، من الدوحة إلى قسنطينة. هناك مع ياسين عشنا أجمل اللحظات، وهنا عشنا معك يا بن غوزيل أجمل اللحظات. برافو لأشبال الأطلس. جابوها الأولاد وفرحونا، جابوها الأولاد ورفعوا رؤوسنا، جابوها الأولاد وشرفونا. هكذا هم السود الأطلس، بل هكذا هم أشبال الأطلس. المغرب لا زال حيا في هذه البطولة، والمغرب سيتألق ويواصل المشوار. افرح يا سعيد، هذه ليلتك يا سعيد. هكذا ردت فعل سعيد شيبة.